طيب يا دكتور احمد، بالنسبه ايه الاعراض اللي ممكن يعني المريض تبقى موجوده عنده يبدا يجي في دماغه هاجس سرطان القولون؟ طيب احنا السؤال الاولاني كنت بتسالني في الحته بتاعه العائلات وكده اهو. ايوه. طيب الحته بقى، هل العائلات بس اللي بيجي لهم سرطان ايوه، القولون؟ موضوع لا، جيني ولا دي لا؟ نسبه بسيطه، نسبه ما بتعداش ال 15%. وراثي يعني. انما السبوراديك كيسز او الحالات اللي هي بدون تاريخ عائلي دي الاكتر. يعني دي موجودة. طبعا ممكن واحد يجي له، انا اول واحد في العيله يجي لي، ودي الاكتر. يعني اذا السرطان القولون مش شرط في العائلات فقط، لا ده الاكتر السبوراديك اللي هي الحالات اللي ملهاش تاريخ عائلي او كده اول مره يجي لي. وممكن برضو حالات الاي بي دي اللي هي حالات الجهاز الهضمي المناعي. يبقى دول الثلاث محاور اللي احنا ندور فيهم: العائلات، التاريخ العائلي اللي هو الوراثي، والالتهاب الجهاز الهضمي المناعي، والاكثر والاكثر شيوعا اللي هي السبوراديك كيسز، الحالات اللي هي لا عندها جهاز هضمي مناعي ولا عندها تاريخ عائلي. طيب امتى نبدا نشك في الموضوع ده؟ طبعا لو فوق 50 تغير altered bowel habits، اللي هي تغير عادات البراز. يقول لك انا مثلا انا كان عمري كنت بخش الحمام كل يوم عادي خالص، دلوقتي يا دكتور بقى بيجي لي امساك بيقعد ب3-4 ايام، او امساك متكرر ما كانش عندي مش مولود بيه ولا بتاع. فتغير عادات التبرز. تمام. او وجود دم في البراز من العلامات برضو، او وجود الام شديده في البطن، الام شديده في البطن. تمام. او سدة النفس والخسيه significant اللي هي اكتر من 10 كيلو في اخر 3 شهور، يعني اكتر من 10% من وزنه في اخر 3 شهور، اكتر من 10% من وزنه في 3 شهور، ده بنسميه significant، يعني ذات قيمه يعني. تمام. ففي بعض البرزنتيشنز اللي قلنا عليها دي يبدا العيان يشك في ان هو يبدا يتوجه، لازم يتوجه للدكتور ويفحص. وطبعا زي ما قلنا الام البطن، تغير عادات البراز ما بين امساك او اسهال او مخاط او دم في البراز، الام شديده في البطن، ظهور غدد لمفاويه. ساعات يقول لي عيان انا ظهر لي حته مكلكعه هنا، هو دي ممكن تبقى غده لمفاويه فرش او خسيه، او حسيت ان البنطلون بيوسع من عليا، حسيت ان الدبله وسعت، حسيت ان الساعه بتاعتي بتقع من ايدي، الحزام بتاع البنطلون كل شويه صغره، ما بيشوفوني في الشغل حاسس ان وشي هلكان وعضلاتي قلت، الكتله العضليه قلت. كل دي اللي هي العيان ده لازم يفحص ولازم يروح للدكتور بحيث ان هو يشوف الوسائل التشخيص اللي احنا قلنا عليها. تمام يا دكتور.